وانا قاعد اضيع وقت وادمر نفسيتي على السوشيال ميديا، لقيت بوست بيقول ان الازهر بيشكل لجان لتعريب مواد كليه طب وصيدله عشان يدرسوهم بالعربي. والحقيقه بقى ان ده احسن قرار ممكن يتعمل لاي دوله عايزه تتقدم وتسهل الدراسه على الطلبه بتوعها، وهشرح لك ده بالارقام وبالعلم. وجماعه مواليد حواري كاليفورنيا ووادي السيليكون يركنوا على جنب. 3 اسباب ليه ده احسن قرار. السبب التاني، كل دول العالم المتقدم بتدرس طب بلغتها عادي. والله الخريطه اللي قدامك دي اللون الازرق ده كل البلاد اللي بتدرس طب بلغتها الام. سبحان الله، كلهم دول عالم اول. يعني من الدول دي المانيا بتدرس طب بالالماني، الصين بالصيني، روسيا روسي، ايطاليا بالايطالي. الجزء الاحمر ده اللي منتشر في الدول الافريقيه والعربيه، ده الدول اللي بتدرس طب بلغه غير لغتها. بين قوسين الدول اللي كانت محتله. وبعدين ما قبل الليله دي كلها الطب كان بالعربي عادي، ايام ابن سينا والرازي وابن النفيس، والعالم كله كان بيجي يتعلم عندنا. السبب الثاني، الدراسه باللغه الام بتخلي عمليه التعليم اسهل واسرع، وده لان الطلبه اتعودت على التفكير المنطقي بلغتها الام. رقم 2، حاجه كمان، ان الطلبه بتقضي وقت اكتر في ترجمه المصطلحات للغه ثانيه عشان يفهموها اصلا، فده بيصعب عمليه التعليم. ولو مش مصدقني فده مقال من منظمه اليونسكو التابعه للامم المتحده بيقول why mother language education base is essential. ليه التعليم باللغه الام ضروري؟ وده اليونسكو. الحقيقه الاحصائيات بتقول ان دراسه المواد العلميه بلغه غير لغتك بيخليك بس تستوعب حوالي 15% منها. انا عرفت ليه شلت مايكرو 2 4 مرات في الكليه، فضلت اجمع 4 في 15 لغايه ما جبت 60 درجه النجاح. معلش بشارككم حته من التروما. هيجي بقى واحد فنان محنك يقول لك يا عم بس تعريب الطب ده هيعزلنا عن العالم، وده ينقلنا للسبب رقم 1، وهو ان في فرق شاسع جدا بين الترجمه وبين التعريب. الاثنين حاجه مختلفه تماما. ترجمه انت بتعمل لها ترجمه حرفيه، انما التعريب انت بتختار احسن كلمه تعبر عن وظيفه الشيء ده وماهيته، ولو ما فيش كلمه في اللغه بتخترع له كلمه. يعني مثلا الكمبيوتر كلنا بنترجمه كمبيوتر، بس التعريب بتاعه الحاسوب، جاي من وظيفته الحسابات المعقده اللي بيعملها. الهيموجلوبين اللي انت بتروح تعمل التحليل بتاعه لما يبقى عندك انيميا بنترجمه هيموجلوبين، لكن التعريب بتاعه يا حمور. الكلوروفيل اللي في النباتات يا خضور. ففرق شاسع جدا بين التعريب والترجمه، بلس ان في اصلا كتب معربه موجوده جاهزه، فمش هنبدا من الصفر. مهم نتعلم اللغات الاجنبيه عشان نبقى فاهمين العالم، بس مش لازم نتعلم باللغات الاجنبيه. دول متقدمه عننا كتير بتتعلم بلغتها الام، وده لانهم عرفوا من زمان ان مفيش امه في التاريخ بتقدر تتقدم بلغه امه ثانيه. اما بقى لو لسه بتعاني من الدراسه بلغه اجنبيه ومش عايز تشيل مايكرو 2 زي ايه، فانا جمعت لك اهم 10 هاكس هيزودوا استيعابك وفهمك بسرعه لو انت دراستك بلغه ثانيه. لو عايزهم اقول لي في الكومنتات وانا ابعتهم. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.